تصحيحا بقى. لان اللي معروف ان يعني الوالد من الصعيد ولا الوالده لا، من انا والدي من الصعيد ووالدتي يعني طبعا مصريه لكن جذورها يعني او الجذور يعني لا تركيه، فيها جذور تركيه. ويعني انا بحب اسمها قوي لانها اسمها فاطمه هانم اللي هي والدتي، وجدتي برضه اسمها فاطمه، برضه اسمها فاطمه. لكن هو حصل في بدايه مشواري كان عشان نقول الإعلام أحيانا بيبقى له يعني نقدر نقول إيه بصمة ممكن تؤثر على صاحبها إلى الأبد. فافتكر كان الأستاذ كمال الملاخ نعم الله يرحمه، وطبعا كان له صفحة فنية في الأهرام. والأهرام طبعا مقروء له قيمته وله وزنه. فكان في وفد جه القاهرة، وفد بولندي. واخترت أنا وصديقتي وزميلتي في الفترة دي، كنا لسه جداد، سعاد حسني. فروحنا، أنا يعني أنا عشرية وبحب الناس، وتصادف إن أنا كنت في المدرسة الألماني والوفد البولندي يتكلم إيه ألماني. فاتكلمت معاهم بسيط كده وانتهت الحفلة، والحقيقة كنا يعني استقبلناهم استقبال كما يجب ان يعني نقوم بالواجب. تاني يوم كمال الملاك كتب في الأهرام نادية لطفي وسعاد حسني استقبلوا الوفد البولندي، وكانت نادية لطفي بتتكلم مع الوفد باللغة الألمانية، لا بالبولندية، عشان هي أصل أمها بولندية. خلاص مش مشكلة، يعني ما هيش شيء الواحد يستنفر منه أو يتنصل منه. وقد كان بقى كل ما يحصل حاجة مثلا اختلف مع حد في الصحافة يروح ايه يروح ناقدني، وفي الاصل دي امها بولندية منهم مش هقول اسمه دلوقتي. فبعت له قلت له ايوه انا الله يذكره بالخير، قلت له لا انا احب اصحح لك، انا مش امي بولندية، انا امي بولائية من بولاء. من بولاء يعني مصرية قح. شوفي بقى تروحي تيجي طوال 40 سنة ابدا لازم يقولوا امها بولندي. يعني هذا الجمال هذا، والسفير البولندي بعت لي اقتنع هو كمان. هو برضه